السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا شباب، عاملين ايه؟ هنبدأ معانا النهاردة اولى حلقاتنا في كورس منهج الفيزياء تانية ثانوي. ان شاء الله تكون محاضرة بسيطة وسهلة ان شاء الله. هنبدأ معانا النهاردة بأول درس اسمه الحركة الاهتزازية. احنا طبعا قبل كده عارفين يعني ايه الحركة، واخدين نبذات عنها وخدنا نوعين عنها. هي حركة انتقالية، وفي حركة اسمها حركة دورية. ايه هي الحركة الانتقالية؟ هي الحركة اللي ليها نقطة بداية وليها برضو نقطة نهاية، زي مثلا الحركة في خط مستقيم، وزي مثلا حركة المقذوفات. تمام. حركة الخط المستقيم طبعا بتبدأ زي مثلا لو في سباق ولا حاجة، زي ما بدأ مسيره هينتهي، فأكيد له أدام له نقطة بداية أكيد له نقطة نهاية. ماشي. حركة المقذوفات، انت لو حذفت حاجة من فوق أكيد 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 مسيرها هتلاقي سطح وهتقع عليه، وليكن مثلا ده كان سطح الأرض، يبقى زي ما كان لها نقطة بداية ليها برضو نقطة نهاية. تمام. ايه هي بقى الحركة الدورية؟ الحركة الدورية دي هي حركة بتتكرر بانتظام على فترات زمنية متساوية، زي مثلا الحركة الاهتزازية، ودي موضع دراستنا. الحركة الاهتزازية دي موضع دراستنا، وعندنا الحركة الموجية موضع دراستنا يعني النهاردة، والحركة الموجية ديت هندرسها بعدين. ماشي. يعني ايه حركة اهتزازية بقى بما انها موضع دراستنا؟ عشان نعرف يعني ايه حركة اهتزازية لازم نفهم الرسمة دي. صلى على النبي. ده بندول بسيط. تمام. وليكن مثلا الموضع ده اللي هو موضع الاصل اسمه الف، اثرنا عليه بقوة مثلا وهيتنقل وليكن عند الموضع ب. ماشي. بعد ما اثرنا عليه بقوة اكيد اكيد مش هيفضل فوق كده متعلق متذنب كده، اكيد هينزل على طول. ماشي. هيرجع تاني للموضع الف، وده بندول بسيط حر الحركة، فاكيد اكيد هيطلع نفس المسافة دي هنا كده عند الموضع التاني، وليكن هيكون اسمه الموضع ج. وبرضك مش هيفضل متعلق فوق، لا هينزل تاني وهيفضل بقى رايح جاي رايح جاي رايح جاي لحد ما يزهق. تمام. فكده الحركة ديت بنسميها حركة اهتزازية. ليه؟ لانها حركة اتكررت بانتظام على فترات زمنية متساوية على جانبي نقطة السكون. ماشي. او اللي هي نقطة الاتزان وكده. يبقى الحركة الاهتزازية هي الحركة اللي بتتكرر بانتظام على فترات زمنية متساوية على جانبي موضع الأصل أو موضع الاتزان. تمام. أمثلة على الحركة الاهتزازية. الحركة الاهتزازية أمثلة عليها، على فكرة أنا خطي أحسن من كده يا شباب بكتير. أمثلة عليها عندنا واحد البندول البسيط، وده تقريبا هيبقى موضع دراستنا كله. تمام. تاني حاجة الشوكة الرنانة. تمام. الشوكة الرنانة يا شباب بيبقى شكلها كده، انت مثلا اثرت عليها بقوه من هنا كده، فهي هتفضل رايحه جايه رايحه جايه رايحه جايه لحد طبعا ما هيجي لها وقت وهتزهق وهتقف، مش هتفضل رايحه جايه طول العمر. تمام. تالت حاجه عندنا الوتر المهتز، زي مثلا وتر الكمان. رابع حاجه عندنا مثلا ثقل معلق في ملف زنبركي. يعني مثلا احنا ادي الملف، وادي مثلا الثقل، انت اثرت بقوه شديت الثقل ده لتحت، فالثقل هتلاقيه هيفضل يتمط كده معاك. تمام. بعد كده في حبة مصطلحات لازم نكون عارفينهم واخدين بالنا منهم كويس قوي، زي مثلا عندك مصطلح ازاحة الجسم. ازاحة الجسم المهتز. ماشي. احنا عندنا بندول بسيط اهوت اثرنا عليه بحركة، جه مثلا عند ب وراح اليمة التانية عند ج. تمام. فاحنا بقى جينا حددنا من هنا كده نقطة، وليكن النقطة دي هنسميها د، وحددنا من هنا نقطة وليكن النقطة دي هنسميها ه. طبعا البندول هيجي هنا وهيجي برضك هيعدي من عليهم، مش اللي هو مش هيعدي، لا هيعدي. طب المسافة بقى من ألف لدال أو من ألف له ديت هنسميها الإزاحة. إزاحة عشان هيختلف معانا في مصطلح تاني دلوقتي. الإزاحة ديت هي كمية متجهة، يعني لازم ليها نحدد اتجاهها سواء جاية كده أو رايحة كده، وكمان بتتقاس بالمتر. يبقى الإزاحة كمية متجهة وبتتقاس بالمتر. ماشي. الإزاحة ديت هي المسافة اللي بيحدثها البندول البسيط عند نقطة احنا بنحددها بعيدا عن موضع سكون. تمام. تاني مصطلح معانا المفروض نكون عارفينه برضو، هو سعة الاهتزازة. يعني ايه سعة اهتزازة وبنعرفها ازاي؟ سعة الاهتزازة دي مثلا احنا عندنا بندول اهوت. تمام.
أثرنا عليه بقوة طلع عند ب، رجع تاني عند ج. تمام. المسافة بقى اللي البندول راح عند ب ديت او رجعها عند ج دي، هي طبعا المسافة واحدة، فدي هنسميها سعة الاهتزازة. يبقى سعة الاهتزازة هي اقصى ازاحة. بصوا هنا كده البندول لما كان واقف هنا واثرنا عليه بقوة راح لحد ما فقد سرعته، يعني كانت الفي ب هنا كده كانت اقل ما يمكن، اللي هي كانت تقريبا بتساوي صفر، واللي كانت الفي الف هنا كانت اكبر ما يمكن، يعني قيمة عظمى، قيمة عظمى قوي كمان، يعني كانت ماكس. ماشي. لما كانت الفي ماكس كانت الدي اللي هي المسافة كانت صفر، ولما كانت الفي قيمة صغرى او بتساوي صفر كانت الدي قيمة عظمى. تمام. يبقى هي اقصى ازاحة بيصل اليها البندول البسيط بعيدا عن موضع سكونه. تمام. دي كده اسمها سعة الاهتزاز. سعة الاهتزازة اللي هي الامبليتيود. طبعا انتوا مش مطالب ليكوا المصطلحات الانجليش، بس المعرفة الامبليتيود هناخد منها طبعا رمز ايه، والرمز ايه دوت هنرمز ليه بسعة الاهتزازة، وهتتقاس طبعا بالمتر لان سعة الاهتزازة دي اصلا مسافة. تمام. بعد كده هناخد مصطلح تاني اسمه الاهتزازة الكاملة. الاهتزازة الكاملة يعني ايه اهتزازة كاملة؟ برضو احنا دراستنا كلها عن البندول البسيط، فهو هيقرفنا النهاردة. ده كان ألف وده ب وده ج. ماشي. لما أثرنا عليه بقوة وراح عند ب، رجع تاني أكيد مش هيفضل متشعلق فوق، فرجع تاني عند ألف، بعدين راح عند ج، بعدين رجع تاني برضو عشان مش هيفضل متشعلق فوق عند موضع السكون ألف. فبصوا هو كان عند ألف، بعدين راح عند ب، بعدين راح عند ألف تاني، بعدين راح عند جيم، بعدين رجع عند ألف تاني. بصوا كده عدى على ألف ادي مرة وادي مرتين، يعني هو جاي كده مرة، لا الأول هو طلع بعدين نزل كده عدى على ألف مرة، بعدين طلع بعدين نزل بقى كده عدى على ألف مرة كمان. يبقى الاهتزازة الكاملة هي لما ثقل البندول بيعدي مرتين متتاليتين على نقطة، وليكن مثلا ان احنا خدنا النقطة دي اللي هي نقطة السكون مرتين ورا بعض بنفس الاتجاه، في نفس الاتجاه وبنفس السرعة وبيكون ليها نفس الطور، وبيعدي عليها مرتين ورا بعض، يبقى دي كده اسمها الاهتزازة الكاملة. يبقى الاهتزازة الكاملة لما ثقل البندول بيعدي على نقطة مثلا وليكن النقطة ألف مرتين ورا بعض، مرتين ورا بعض بنفس السرعة ونفس الاتجاه وبنفس الطور. تمام. مصطلح تاني لازم برضو نكون عارفينه وهو الزمن الدوري. الزمن الدوري اللي هو البريودك تايم. ماشي. الزمن الدوري دوت هو الزمن اللي بيستغرقه البندول عشان يكمل اهتزازة كاملة. يعني البندول عشان يكمل اهتزازة كاملة، احنا طبعا عرفنا الاهتزازة الكاملة رايح جاي جاي رايح جاي بيعدي بألف مرتين ورا بعض، فالوقت اللي بيستغرقه عشان يعدي بألف لألف مرتين ورا بعض ده بنسميه البريودك تايم أو الزمن الدوري. والزمن الدوري هو زمن اهتزازة كاملة، والزمن الدوري هنرمز له بتي كابيتال، وهو هيساوي التي سمول. تي سمول ديت اللي هي الزمن الكلي بالثانية على ان ديت اللي هي عدد الاهتزازات الكاملة. يبقى تي ديت اللي هي الزمن بالثانية وان ديت عدد الاهتزازات. تمام. والزمن بالمناسبة اللي هو تي كابيتال هيتقاس بالثانية، وهنا برضو تي سمول هتتقاس برضو يا شباب. احنا قلنا اللي بالثانية برضو، احنا قلنا الزمن الكلي اللي هو زمن الاهتزازات اللي حصلت كلها بالثانية على عدد الاهتزازات. يبقى الزمن الدوري الزمن الدوري، خلينا هنا في حتة نظيفة، الزمن الدوري هيساوي الزمن بالثانية على عدد الاهتزازات الكاملة، الزمن الكلي بالثانية على عدد الاهتزازات الكاملة. تمام. عذرا يا شباب. بعد كده هناخد مصطلح تاني هو التردد. ثواني يا شباب. هناخد مصطلح تاني وهو التردد. التردد دوت الرمز بتاعه نيو. تمام. التردد دوت هو عدد الاهتزازات الكاملة اللي بيحدثها الجسم المهتز في الثانية الواحدة. يعني التردد دوت
هو عدد الاهتزازات الكاملة. قلنا عدد الاهتزازات هتبقى رمزها n على الزمن الكلي بالثانية الواحدة اللي هو رمزه t سمول. كمان يا شباب التردد اللي هو نيو هيتقاس بحاجة اسمها الهرتز HZ، او الوحدة المكافئة ليها هتبقى ثانية أس سالب واحد. تمام. العلاقة بقى ما بين التردد وما بين الزمن الدوري. بصوا كده يا شباب، الزمن الدوري اللي هو t كان بيساوي الزمن الكلي بالثانية على عدد الاهتزازات الكاملة. تمام. طب نيو بقى اللي هو التردد كان بيساوي ايه؟ عدد الاهتزازات الكاملة على الزمن بالثانية. انتوا مش واخدين بالكم من حاجة؟ ان التردد مقلوب الزمن الدوري. يعني ينفع نقول ان التردد اللي هو نيو هيساوي واحد على تي، يعني التردد هيساوي مقلوب الزمن الدوري، يعني التردد هيساوي واحد على الزمن الدوري. مش واخدين بالكم؟ هيها برضك لو معانا التي وعايزين التردد، لو معانا الزمن الدوري وعايزين التردد يبقى لو معانا التردد وعايزين الزمن الدوري دي كده في حالة لو معانا الزمن الدوري وعايزين التردد. اما دي في حالة لو معانا التردد وعايزين الزمن الدوري، يبقى التي هتساوي واحد على نيو، يبقى الزمن الدوري هيساوي مقلوب التردد. واصلة كده يا شباب؟ تمام. بعد كده عايزين نعرف نرسم العلاقة ما بينهم. لو احنا مثلا رسمنا العلاقة ما بين التردد والزمن الدوري، عذرا يا شباب، لو رسمنا العلاقة ما بين التردد والزمن الدوري هنلاقيها علاقة عكسية كده. تمام. طب احنا بقى لو رسمنا العلاقة، احنا طبعا قلنا ان نيو هتساوي واحد على تي. تمام. لو احنا بقى رسمنا العلاقة ما بين، طبعا في كورس الاساسيات كنا قلنا ان مقلوب العكس طردي. يعني لو رسمنا العلاقة ما بين نيو وواحد على تي، نيو وواحد على تي، ثواني يا شباب، لو رسمنا العلاقة ما بين نيو ما بين واحد على تي اللي هو ما بين، احنا طبعا عارفين ان العلاقة ما بين نيو وواحد على تي علاقة عكسية. النيو تي علاقة عكسية، اما نيو واحد على تي هتبقى علاقة طردية. وهيكون الميل هنا كده هتبقى الزاوية 45، وهيكون الميل السلوب هيكون تان سيتا اللي هو هيكون تان 45 سيتا، هنا هتكون 45 اللي هو هيطلع بواحد. تمام. يبقى كده الميل هيكون فرق الصادات عندنا هيكون نيو، فرق الصادات هيكون نيو على فرق السينات اللي هو هيبقى واحد على تي. مقام المقام بسط، يبقى نيو في تي هتساوي ايه؟ نيو في تي هتساوي واحد. على فكرة يا شباب، يعني مش غريبة، هي فعلا انت عندك تي هتساوي الزمن بالثانية على عدد الاهتزازات، وعندك نيو هتساوي عدد الاهتزازات على الزمن بالثانية. تعالى كده اضربهم في بعض. اضرب تي في نيو. تي قلنا اللي هي الزمن بالثانية على عدد الاهتزازات، نيو قلنا اللي هي عدد الاهتزازات على الزمن بالثانية. طب ما دي هتروح مع دي ودي هتروح مع دي، هيتبقى معاك في الاخر واحد. يبقى فعلا الزمن الدوري في التردد بيساوي واحد. تمام. بعد كده تحولات الطاقة في البندول، ودي اخر حاجة معانا. مثلا احنا عندنا بندول بسيط اهو، اثرنا عليه بحركة من عند الف اتنقل راح عند ب. لما اثرنا عليه في حركة طلع، طبعا مش هيفضل فوق، هينزل تاني عند الف، اكيد هيروح في عكس الاتجاه، هيجي مثلا عند ج، وقلنا مثلا المسافة دي قد المسافة دي. تمام. هنا كده بقى احنا كنا قلنا من شوية ان طاقة البندول قلنا ان سرعة البندول اللي هي في الف كانت اكبر ما يمكن، بالتالي هتكون طاقة الحركة اللي هي طاقة الحركة الكاينيتيك انرجي، عذرا يا شباب، طاقة الحركة اللي هي الكاينيتيك انرجي هتبقى اعلى ما يمكن. تمام. كنا قلنا هنا ان الفي ب كانت اقل ما يمكن، يبقى بالتالي طاقة الحركة هتكون اقل ما يمكن، بس هتكون طاقة الوضع اعلى ما يمكن، عشان نحقق قانون الطاقة الميكانيكية اللي هو الطاقة الميكانيكية كانت بتقول الطاقة الميكانيكية يعني بصفة عامة بتساوي مجموع طاقتي الوضع والحركة. يبقى هنا كده لما كانت طاقة الحركة أعلى ما يمكن، كانت طاقة الوضع أقل ما يمكن، كان مجموعهم هيساوي مثلا وليكن رقم ثابت.
هنا بردك لما كانت السرعة اقل ما يمكن كانت طاقة الحركة اقل ما يمكن كانت طاقة الوضع اكبر ما يمكن، يبقى كده بردك مجموعهم هيساوي مقدار ثابت هيساوي الطاقة الميكانيكية. هنيجي عند الوضع ج هيبقى هو لو كل واحنا طالعين بردك اول ما نطلع الفي ج هتكون اقل ما يمكن، الكي اي اللي هي طاقة الحركة هتكون اقل ما يمكن، البي اي اللي هي طاقة الوضع هتكون اعلى ما يمكن. بصوا يا شباب كده، مثلا ده معانا البندول البسيط، ولما اثرنا عليه بحركة جه هنا عند ب، ولما رجع تاني جه عند ج. تمام، هنا كده كانت السرعة اكبر ما يمكن، طول ما انت طالع كده السرعة بتقل 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 لحد ما بتنعدم عند الب وعند الج. الب نفس اللي بيحصل عند الب بيحصل عند الج. تمام، كانت طاقة الحركة اكبر ما يمكن هتفضل برضو تقل 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 تقل. طب خد بالك ان طاقة الحركة معتمدة على السرعة، لان طاقة الحركة هتساوي نص ام في تربيع. لما الفي تربيع هتكون اعلى ما يمكن هتكون طاقة الحركة اعلى ما يمكن، هتكون طاقة الوضع اقل ما يمكن، عشان قانون الطاقة الميكانيكية بيساوي مجموع طاقتي الوضع والحركة. وكده نكون حافظنا على مبدأ حفظ الطاقة. ماشي، هنا كده كانت طاقة الوضع اعلى ما يمكن، طول ما انت بقى نازل طاقة الوضع هتقل 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 لحد ما توصل لحاجة اقل ما يمكن. تمام، دي كده حصة النهاردة، اتمنى ان هي تكون سهلة وتكونوا استفدتوا منها. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.